هذه قصة خذوها مني، سمعتها من أحد الثقات. يقول ذهب شاب يريد أن يسافر، فقالت أمه لا، لين تتزوج وأنا أمك؟ حلو. ليه؟ قالت أنا خايفة عليك، أن هنا في بيتنا ما تشوف الخادمة خوفا عليك، والخادمة أكبر من أمه خوفا عليك، فكيف نرسلك إلى بلاد لا ترى للحياء بابا ولا تقوم للفضائل راية لا ترفعها؟ لا والله. قال والله خايفة من البنات؟ أبدا يا أمي، أعاهدك أني أغض البصر وأني ذهب. وبعض الشباب ترى عاق، ولو قبل يدها ورجلها عاق، لأن الإلحاح على الأم أصلا حتى تأخذ قرار وهي لا تقتنع به، هذا عقوق. ذهب إلى هناك وكان مع مجموعة، فدخلت عليه فتاة، هم ذهبوا يتمشون، ما يبغى يتمشى، جت البلاء، جاء في بيته في شقته، طرقت الباب، حسناء جميلة، قال لا أنا لا أفعل هذا الحرام. قالت لماذا؟ مجانا. قال ولو مجانا. عرض خاص هذا يا شيخ، عرض خاص، هذا عرض للفجور. وهذا نقول بعض الشباب اللي وقعوا كان يقول أنا ضامن لنفسي، أنت ضامن للشيطان، أنت على الحقيقة نحن نخاف عليك من الشيطان. هذا الرجل ماذا قال؟ قال لا، فتذكر أمه وتذكر حيلة، قال كيف أطردها؟ قال يا فتاة أنا ما أستطيع أن أزني لأنني مصاب بالإيدز. لا إله إلا يقول الله. أبي وهو طه. قالت سلامات، أنت مصاب بالإيدز؟ أنا مصابة بالإيدز قبلك بزمان. لا إله إلا الله. وكل المغفلين العرب أنا مريت عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول انظر، فمسكت رأسي وحمدت الله أن زملائي ليسوا معي، وحزمت حقائبي وإلى المطار. سبحان على الله. أول رحلة عاد. قال أنا كذبت عليها لأطردها، إذا بالفاجرة كانت البغي تروج هذه الرذيلة. أنا أقول للشباب أسألكم بالله، أسأل الله يعصمكم يا رب العالمين. لو قال لك إنسان تفضل هذه الجميلة، لكن نهمس في أذنك هذه فيها بعض الإيدز، أتخاف من الله أم من الإيدز؟ بعضهم بيخاف من الإيدز يا شيخ، في قلبه إيدز، عشان الله أن يخاف الله رب نقول العالمين. عسى الله يقبل. يا أحبابي يجب أن نعلم أن الحرام إذا حرمه الله الذي أحسن كل شيء خلقه، الحكيم العليم، إذا حرم لا يمكن أن يحرم شيئا ويكون خلفه مصلحة أبدا. سبحان الله. حتى لو استحسنتها بعقلك، حتى لو شباب يا أخي فرفش، ترى عند الشباب فرفشة، يقول لا يا أخي أنتم يا المطاوع ما تفرفشون. هذا السؤال يا شيخ. أقول لك من الصبح تبي الشباب يصلحون المقهى، وشوف جمال الديكور يا شيخ، ومعك الشاي يا شيخ. أنا معي زنجبيل زين، وشاربي ومقهى، يعني ما أحسن من هالمطاوع هذول يا شيخ، من هالمطاوع مشخصين، وقناة قاعدة ترعى الشباب. وبعدين من قال لك يا أخي لا تبتسم، ابتسم واشرب حلالا وكل حلالا، ولا تنم عن لا تنم على فريضة، ولا تكن في مكان أمرك الله أن لا تكون فيه.